السلام عليكم يا شباب، طلاب اولى ثانوي. معاكم مستر احمد السعيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب. رمضان كريم ان شاء الله، ربنا يعود عليكم الايام بخير، اللهم امين يا رب. ان شاء الله هنلم كل الاجزاء اللي انت محتاجها باذن الله في فيديو صغير خالص خالص خالص، هتطلع منه معاك كل حاجه. طيب تدخل الامتحان مش ناقص سؤال ان شاء الله يعني باذن الله. طيب التاريخ عندنا بيتكلم على اول درسين، حضاره بلاد العراق وحضاره بلاد فينيقيا. حضاره بلاد العراق زمان يا مستر كان اسمها ايه؟ قال لك كان لها اسمين، يا اما حضاره بلاد ما بين النهرين، يا اما حضاره بلاد الرافدين. طيب ما بين النهرين او بلاد الرافدين الاثنين نفس الاسم، يعني ما بين نهري دجله والفرات. هي ما بين النهرين اللي هو نهري دجله والفرات، وبلاد الرافدين اللي هو رافد دجله ورافد الفرات. طيب اهو بيقول لك ان هي حضاره بلاد ما بين النهرين. طيب الاسم ده بيطلق على ايه؟ قال لك بيطلق على الارض الخصبه الواقعه ما بين نهري دجله والفرات. يعني اول معلومه يا مستر عندي ان حضاره بلاد العراق كانت حضاره تعتمد على الزراعه. طب انا عرفت منين ان هي تعتمد على الزراعه؟ قال لك لان هي حضاره واقعه بين النهرين، الارض الخصبه بين النهرين، يعني الاعتماد هنا على الزراعه. طيب يعني يا مستر بتتشابه مع مين كده؟ قال لك بتتشابه مع حضاره مصر. طب هنا اعتمدت على الزراعه بسبب وجود الانهار، طب وهنا برضه اعتمدت على الزراعه بسبب وجود الانهار. هنا عندك نهرين دجله والفرات، هنا كان عندك الترم الاول نهر اسمه نهر النيل. طيب بعد كده قال لك بلاد العراق كانت بتتكون من شويه دول وحضارات. طبعا مش هنتكلم، حضاره العراق معروفه بتاريخها، ولكن احنا عندنا معلومات صغيره جدا. يا مستر قال لك والله اول حاجه كانت عندنا في بلاد العراق ان الناس دول كانوا عباره عن مجموعه حقب تاريخيه. يعني انت عندك كل حقبه تاريخيه غير الحقبه الاخرى، كل نظام غير النظام اللي بعده. طيب ازاي؟ قال لك دوله العراق قامت الاول وعملت حضارات، وبعد ما عملت الحضارات هيجي لها احتلال. طيب بعد الاحتلال هيجي لها احتلال تاني، بعد الاحتلال التاني هيجي لها احتلال تالت. يعني هي دوله قدرت ان هي تكون حضارات كبرى، ولكن في النهايه سقطت على يد الاحتلال. طيب اهم الحضارات اللي قامت في بلاد العراق ايه يا مستر؟ قال لك اهم الحضارات كانت بتبدا بدوله اسمها الدوله السومريه. طيب الدوله السومريه كانت بتتسمى عندي بنظام الدويلات السومريه. ليه يا مستر الدويلات السومريه؟ قال لك لان الدوله السومريه دي كانت عباره عن مجموعه من الدويلات الصغيره داخل الدوله، يعني دوله جوه دوله. طيب زي مين؟ قال لك زي دوله اسمها سومر، وزي دوله اسمها اور، وزي دوله اسمها لجش. طيب نبدا بالدولات السومريه. قال لك الناس دول اول ناس يسكنوا في العراق، اول ناس يعيشوا في العراق. طيب يعني هنا نقدر نقول الناس دول اساس العراق؟ قال لك اه يا مستر دول اساس العراق. طيب الناس دول عاشوا بقى لهم قد ايه؟ قال لك بقى لهم حوالي 4000 سنه قبل الميلاد. عملوا شويه مدن كويسه، مدن مزدهره، وبعد كده قال لك الثلاث مدن اللي هم سومر واور ولجش هيتشكلوا مع بعض، هيعملوا عركه. طيب ليه؟ قال لك بسبب الصراع على الحكم. فالثلاثه دول حصل بينهم صراعات داخل الدوله، يبقى صراعات داخليه، فبالتالي سقطت الدوله لصراعات داخليه. يعني هنا الدوله السومريه قامت على ثلاث دويلات، قال لك اه سومر واور ولجش، وسقطت بسبب الثلاث دويلات، قال لك اه لان سومر واور ولجش الثلاثه هيتخانقوا مع بعض، فبالتالي حصل بينهم صراعات داخليه فسقطت الدوله السومريه. طيب بعد كده قال لك هيجي لهم ناس من شبه الجزيره العربيه. طيب مين الناس اللي هتيجي من شبه الجزيره العربيه؟ قال لك ناس اسمهم الاكاديين. طب يا مستر العراق هنا، طيب الدوله دي هيجي لها ناس من شبه الجزيره العربيه، يعني كده. طب الناس دي كده جايه لها منين؟ قال لك جايه لها من اتجاه الجنوب. يبقى هنا العراق استقبلت هجرات جايه لها منين؟ قال لك جايه لها من جنوب البلاد، فبالتالي الدوله الاكاديه
جايين من شبه الجزيره العربيه، الدوله الاكديه من شبه الجزيره العربيه. طيب هيقعدوا فين؟ قال لك دول هيقعدوا في وسط العراق. يبقى الناس دول كانوا ساكنين في وسط بلاد العراق. طيب هل هم اجوا احتلوا السومريين؟ يعني هم اجوا ضربوا السومريين؟ قال لك لا، الدوله السومريه سقطت لاسباب داخليه. طيب امال الاكاديين دول؟ قال لك الاكاديين اجوا وعاشوا في وسط العراق في ظل حكم السومريين. يعني كان موجود الدوله السومريه بتحكم والاكاديين قاعدين اصلا في البلد. طيب الدوله الاكاديه اللي كان عندها تفكك بسبب الدوله السومريه اللي كان عندها تفكك بسبب 3 دويلات سومر وعود ولجش، هيجي يمسك مكانهم دوله اسمها الدوله الاكاديه. فهيجي لهم ملك هنا اسمه الملك سرجون الاول. طيب سرجون الاول ده قال لك لا انا راجل سياسي، انا ماليش انا في التفرقه والكلام ده، انا عايز اعمل وحده، الوحده اساس السيطره على الدوله. فاول ما يجي الملك سرجون الاول هيقول لك يا عم الحاج احنا لازم نعمل توحيد للبلاد. يبقى وصلت الدوله الى مرحله النضج السياسي في ظل مين؟ قال لك في ظل الدوله الاكاديه. طيب ليه؟ قال لك لان الملك سرجون الاول قدر ان هو يوحد البلاد. طيب يا مستر انا خدت الكلام ده الترم الاول، كان عندنا ناس قدرت على توحيد البلاد زي مين؟ قال لك زي الملك مينا. طيب مينا قدر ان هو يعمل توحيد للبلاد ويوحد مملكه الشمال مع مملكه الجنوب. طيب مين تاني يا مستر؟ قال لك عندك ملك كان اسمه الملك منتحتب الثاني. فبالتالي الملك سرجون ده بيتشابه مع الملك مينا ومع الملك منتحتب الثاني. الاثنين دول عملوا ايه؟ قال لك عملوا توحيد للبلاد. وسرجون الاول عمل ايه؟ عمل توحيد للبلاد. طيب بعد كده قال لك احنا هنتخذ العاصمه على اسم الدوله، فالدوله اسمها الدوله الاكاديه يبقى العاصمه اسمها اكاد. طيب بدأوا ان هم يتخذوا العاصمه، ولكن بعد وفاه الملك سرجون الاول هيجي مكانه 4 اقوياء وبعدهم ضعاف. يبقى هنا لما الملك سرجون يموت فهيجي لنا 4 ملوك اقوياء. طب خلاص دول هيسيطروا على الدوله. فلما الاقوياء دول يجي بعدهم ناس ضعيفه، قال لك لا، الناس الضعيفه هتؤدي الى سقوط الدوله. فبالتالي سقطت الدوله الاكاديه وهيجي لي دوله بعدها اسمها الدوله البابليه القديمه. طيب يبقى هنا الدوله الاكاديه قال لك سقطت بسبب برضه امور داخليه وهو ضعف الملوك. بعد كده قال لك هيبقى عندنا دوله اسمها الدوله البابليه القديمه. الدولة البابلية القديمة قال لك من اسمها الناس دي كانت بتعيش في مدينة اسمها مدينة بابل، فكانوا سكان مدينة بابل هيعملوا دولة اسمها الدولة البابلية القديمة، وبدأوا ان هم يسيطروا على باقي المدن. لما سقطت الدولة الأكادية فانتهت خلاص، فسيطرت الدولة البابلية القديمة. طيب أشهر ملك عندهم الملك حمورابي. ماله الملك حمورابي؟ قال لك الراجل ده بدأ ان هو يعمل اعادة اعمار لمدينة بابل، الدولة البابلية، فيهتموا بمدينة بابل. طيب بعد كده قال لك هيعمل لها عملية توسيع. طب حلو. طيب بعد ما يعمل اعمار مدينة بابل الراجل ده اهتم هو بالعمارة. هيعمل ايه تاني؟ قال لك هيهتم بالعمارة تاني ويعمل معبد لإله عندهم اسمه الإله مردوخ. يبقى حمورابي بدأ ان هو يهتم بالعمارة فعمل مدينة بابل وبنى معبد للإله مردوخ. وبعد كده هيقول لك احنا لازم نحافظ على الأمن. ليه تحافظ على الأمن؟ عشان نضمن الاستقرار، احنا عايزين استقرار الدولة. طيب بعد كده قال لك احنا لازم نمد حدود دولتنا او احنا محتاجين نوسع دولتنا. قام الصبح قال لك الدولة بتاعتي دي دولة صغيرة، احنا محتاجين نوسعها شوية. طب هتعمل ايه يا عم؟ قال لك انا همد حدود الدولة لحد ما توصل للبحر المتوسط. يبقى اول واحد يعمل على توسيع العراق كان؟ قال لك الملك حمورابي. طب وصلها لفين؟ قال لك وصلها الى البحر المتوسط. فهنا ده كان اول توسع. بعد كده قام من النوم بعد ما قال لهم انا عايز اوسع الدوله، قام من النوم يقول لهم يا جماعه بصوا، انا قاعد كده في قعده صفا
فلقيت الملك الاله جاي بيمليني قوانين. الاله هيملي لك انت قوانين؟ قال لك اه. طب مين الاله ده؟ قال لك ده الاله بتاعنا اللي كان اسمه الاله شمش. يعني انت الاله شمش قال لك قوانين؟ قال لك اه قال لي. طب وبعدين يا عم انا محتاج اكتب القوانين اللي الاله شمش قالها لي. طب يعني انت كده هتعمل قوانين؟ قال لك اه. طب انت لما تعمل قوانين بتتشابه مع مين؟ قال لك بيتشابه مع واحد في مصر اسمه حور محب. طيب عمل قوانين. اذا سلطه ايه يا مستر؟ احنا اخدنا الترم الاول اي كلمه قوانين يبقى سلطه تشريعيه. يبقى الراجل ده كان ليه سلطه تشريعيه في وضع القوانين، وبيتشابه مع مين في مصر؟ قال لك مع الملك اللي كان اسمه حور محب. طيب حور محب عمل قوانين عشان يضمن استقرار البلاد، وكذلك حمورابي هيعمل قوانين عشان يعمل استقرار للبلاد. طيب كم قانون؟ قال لك احنا هنعمل 282 قانون. طب هتكتبهم على ايه؟ قال لك هنكتبهم على حجر صلب عشان يقدر يستحمل ويقعد لمدة أطول. تمام؟ يبقى هنا الضمان بقاء المادة المكتوب عليها القوانين. فجه الملك حمورابي بدأ ان هو يكتب ال 282 قانون ويعملهم على حجر صلب. طيب الحجر ده عبارة عن ايه؟ قال لك الحجر ده زي ما انت شايف عبارة عن حمورابي واقف قدام الاله مين؟ الاله شمش. طيب فهنا حمورابي واقف بيتلقى القوانين من الاله اللي كان اسمه الاله شمش، فبالتالي حمورابي هنا قدر ان هو يصبغ القوانين بالصبغه الدينيه. فالراجل ده اعتمد على الدين في اصدار القوانين. قال لك اللي قايل القوانين الملك شمش. هتعترض؟ لا مش هعترض. يبقى القوانين حقيقيه ولا مش حقيقيه؟ قال لك حقيقيه. طيب كتبتهم على ايه؟ قال لك كتبتهم على حجر صلب. اعلاه صوره لمين؟ لحمورابي. طب حمورابي بياخد القوانين من مين؟ من الاله شمش. طب ليه كتبتهم على حجر صلب؟ قال لك لضمان بقاء الماده اللي هو الحجر. طيب بعد كده قال لك اهم القوانين اللي كتبها حمورابي عندك 6 قوانين مش هنحفظهم ولكن نفهمهم. قال لك معاقبه كل من يشهد زور في قضيه جنائيه او يخطف الاطفال. عنده حقوق الطفل. حاليا بتتشابه مع ايه؟ قال لك بتتشابه مع حقوق الطفل. معاقبه الطبيب الذي يجري عمليه جراحيه تؤدي الى وفاه المريض. فبالتالي الناس دول كده يؤكد على معرفتهم بعلم الطب او التقدم في علم الطب. طيب بعد كده قال لك معاقبه من قام بالسرقه. الحرامي هنعاقبه. طيب بعد كده قال لك معاقبه من يضرب اباه. ولحد دلوقتي الكلام دوت اصلا يعني اعزنا الله واعزكم. في ناس ناقصه ربايه وناقصه زفت على دماغها بتعامل اهلها معامله وحشه. وبالوالدين احسانا. طيب معاقبه من بنى بيتا ثم انهار فمات شخص يقيم فيه. يعني لو البيت ده جواه حد والمهندس اللي بنى البيت والشخص مات بسبب البيت فالمهندس ده هيتعاقب. طب هيتعاقب على ايه؟ قال لك على الشخص اللي مات وهو او اثناء اقامته في المنزل. طيب يبقى انا كده عرفت قوانين حمورابي. طب بعد حمورابي قال لك هيجي ملوك ضعاف. طب طالما جه ملوك ضعاف يبقى الدوله سقطت. طب يا عم وبعدين؟ قال لك الدوله البابليه القديمه هتسقط وهيجي بعدها دوله اسمها الدوله الاشوريه. يبقى احنا كده اخذنا الدولة السومرية والدولة الأكادية والدولة البابلية والدولة الأشورية هناخدها. طيب الدولة الأشورية قال لك هنا الأشوريين دول هم كمان جايين من شبه الجزيرة العربية. طيب جايين من شبه الجزيرة العربية بيتشابهوا مع مين يا مستر؟ بيتشابهوا مع الأكادية. طيب وبعدين الأكادية كانت بتعيش في وسط العراق، إنما الأشورية هتعيش في الأجزاء الشمالية. الأشورية في الأجزاء الشمالية. طيب وبعدين يا عم قال لك هيتخذوا عاصمة من اسمها في البداية اسمها أشور.
يبقى العاصمة اللي هنتخذها للدولة الأشورية في البداية مدينة أشور. طيب بعد كده هنغير العاصمة إلى عاصمة جديدة أو مدينة جديدة اسمها مدينة نينوى. طب مين اللي هيعمل مدينة نينوى؟ قال لك ملك هناخده كمان شوية اسمه الملك سنحاريب. طيب أشهر ملكين في الدولة الأشورية، قال لك عندي ملك اسمه الملك سرجون الثاني وملك اسمه سنحاريب. طيب سرجون الثاني ملك قوي. طب هتعمل ايه يا عم سرجون؟ قال لك انا هعمل جيش اسيطر على بابل اعمل امبراطوريه. يبقى سرجون الثاني هعمل جيش اسيطر على بابل اعمل امبراطوريه. تمام؟ طيب مين يا مستر كان عندنا في مصر عمل امبراطوريه؟ قال لك كان عندنا 2. طيب فكرني معلش كده بالاثنين اللي عملوا امبراطوريه في مصر. قال لك كان عندنا واحد اسمه تحتمس الثالث وكان عندنا واحد اسمه رمسيس الثاني. يبقى الملك سرجون الاول ده بيتشابه مع الاثنين؟ قال لك بيتشابه مع رمسيس الثالث وتحتمس رمسيس الثاني وتحتمس الثالث. الاثنين دول قدروا ان هم يكونوا امبراطوريه وسرجون الاول قدر ان هو يكون امبراطوريه. طيب بعد كده مات سرجون الثاني. يبقى انت كده عندك سرجون الثاني يتشابه مع رمسيس الثاني وتحتمس الثالث. طيب الثلاثه دول عملوا امبراطوريه، فهيموت الملك سرجون الثاني فهيجي من بعده ملك كده عنده بغل شويه. اسمه ايه؟ قال لي اسمه الملك سنحاريب. طيب سنحاريب ده اسود من جوه شبه الجاكيت. طيب مالك يا عم؟ قال لك انا هعمل العاصمه اللي فوق اللي انا لسه قايل عليها اللي هي مدينه نينوى، فانا عايز اعمل مدينه جديده. ليه؟ قال لك عشان تكون عاصمه. طب خلاص يا عم. قال لك كل ما اطور وكل ما اخلي المدينه كويسه يقول لي انت مدينتك حلوه بس بابل احلى. فانا الصراحه اتضايقت. طب وبعدين؟ قال لك انا عشان ما يكونش في حد احسن مني فانا هروح ادمر بابل. هو يا ابن العبيطه، يعني انت هتدمر مدينه بابل عشان نينوى تكون احسن منها؟ قال لك فالراجل ده هيبدا ان هو يعمر مدينه نينوى وهيروح يعمل تخريب لمدينه بابل. يعني هنا سنحاريب قال لك هيتخذ مقوله لكي تكون جميل او جميلا يجب ان تقضي على جمال الاخرين. يبقى هنا الملك سنحاريب دوت طبق مقولة حتى تكون جميلا يجب أن تقضي على جمال الآخرين. إزاي؟ قال لك لما عمر نينوى ودمر بابل. طب ليه؟ قال لك عشان نينوى تكون رقم 1 في الجمال. بعد كده قال لك الراجل ده أو ملوك الدولة الأشورية هيبدأوا يستخدموا سياسة شدة وظلم. طب شدة وظلم مين اللي كان استخدمها عندنا قبل كده يا مستر؟ قال لك الناس الكهنة اللي كانوا عند الملك أو الفرعون إخناتون. اللي اتعمل ضدهم ثوره بالظبط. فبالتالي هنا الدوله الاشوريه لم تستخدم الحكمه، فبدات الدوله الاشوريه ان هي تستخدم سياسه الشده والظلم. ده هيؤدي الى ايه؟ قال لك هيؤدي الى سقوط الدوله الاشوريه. يبقى كده عندك الدوله الاشوريه ما استمرتش. طب ليه ما استمرتش؟ قال لك لان الناس ديت هتبدا تتخذ سياسه الشده وسياسه جديده وسياسه معروفه اسمها سياسه الظلم. يعني الناس دول ما كانش عندهم حكمه، ما كانوش بيقدروا يستخدموا الحكمه في معالجه الامور. طيب بعد كده قال لك الناس ديت ما قدرتش ان هي تستغل ثروات البلاد، يعني ما كانش عندهم حسن استغلال الموارد. فهنا بسبب سياسة الشدة والظلم وبسبب سياسة أو إهمالهم لثروات البلاد فأدى إلى قيام ثورات على الدولة الآشورية. يبقى الدولة الآشورية اتعمل ضدها ثورة. طيب بسبب إيه؟ قال لك بسبب سياسة الشدة والظلم. بعد كده قال لك الناس دول أهو طلعوا بدأوا إن هم يعملوا ثورات متكررة. قال لك الدولة البابلية الحديثة دول
اخر ناس اجوا من شبه الجزيره العربيه. طيب اتعرفوا باسم ايه؟ قال لك كانوا معروفين باسم الدوله الكلدانيه. يبقى البابليه الحديثه ليها اسم اسمه الكلدانيه. جايين منين؟ قال لك اخر ناس اجت من شبه الجزيره العربيه وهيقعدوا في منطقه اسمها منطقه الفرات الاوسط. طب يا مستر بيتشابهوا مع مين كده؟ قال لك بيتشابهوا مع الدوله الاكاديه. طب بيتشابهوا مع الدوله الاشوريه. يبقى هنا عندهم تشابه. التشابه ده في ايه؟ قال لك تشابه في الاصل العرقي. يبقى التشابه هنا اهو رقم واحد الاصل العرقي. طيب في تشابه تاني؟ قال لك الاثنين اصلهم عرب. ماشي. بعد كده قال لك بدأوا ان هم يتخذوا مدينة بابل عاصمة. خلاص هي مدينة بابل اللي مين كان دمرها؟ سنحاريب. طب اشهر ملك عندهم؟ قال لك الملك اللي اسمه نبوخذ نصر الثاني او نبوخذ نصر الثاني. قولها زي ما انت عايز تقولها. طيب فنبوخذ نصر او نبوخذ نصر ماله؟ قال لك راجل قوي، راجل شجاع، راجل بيمتاز بالصلابة العسكرية. طب هتعمل ايه يا عم؟ قال لك انا بمتاز بالقوة والصلابة العسكرية فانا هعمل امبراطورية. فالراجل ده يمتاز بالقوة والصلابة فبدأ ان هو يعمل امبراطورية كبيرة جدا في الدولة. طيب الامبراطورية دي هتوصل منين لفين؟ قال لك ده في اول واحد يا مستر فكرني كده تاني بدأ ان هو يعمل توسع كان حمورابي. بعد كده هيجي واحد من بعده اسمه الملك سرجون الثاني. طب بعد كده هيجي واحد اهوت اسمه نبوخذ نصر الثاني. فنبوخذ نصر الثاني هو كمان هيوسع حدود الدولة وهيعمل امبراطورية، ولكن هنا كانت أقصى امتداد للدولة. يعني دي أكبر امبراطورية تتعمل في بلاد العراق. طيب هتوصل منين لفين؟ قال لك الامبراطوريه بتاعت نبوخذ نصر هتمتد من الخليج العربي لحد ما توصل الى الساحل الشرقي للبحر المتوسط. طيب هيضم مين؟ قال لك ضم بلاد العراق وبلاد الشام. من بلاد الشام؟ قال لي دي فينيقيا اللي احنا هناخدها كمان شويه. طيب هل هو دخل كل فينيقيا؟ قال لك لا، ده هو ما قدرش يدخل بس مدينه واحده اسمها مدينه سور. يبقى الراجل ده ما قدرش ان هو يحتل مدينه سور. طيب بعد ما مات نبوخذ نصر هيجي من بعده شويه ملوك ضعاف، وقلنا اي ملوك ضعاف هتيجي يبقى الدوله هتقع. تمام. طيب سقطت الدوله على يد ناس اسمهم الفرس. مين اللي كان يقود الفرس؟ قال لك القائد كرش. يبقى سقطت الدوله لاول مره على يد الفرس على ايد القائد كرش. طيب بعد كده قال لك بدأت الدولة العراقية تقع أو تدخل في صراعات وحروب بين الدول. فأول ناس هتحتلهم الفرس. بعد كده بدأ إن هم يلاقوا في احتلال جديد جاي لهم من واحد اسمه الإسكندر المقدوني. يعني مين دول؟ قال لك دول الإغريق. يبقى هنا الدولة بدأت أو سقطت على يد الفرس ثم الإسكندر المقدوني اللي هم اسمهم الإغريق. بعد كده قال لك لما الإسكندر مات فبدأوا هنا إن هم يبصوا مين وريث الإسكندر؟ مفيش وريث. طب أمال مين اللي هيورث أملاكه؟ قال لك بس الوزراء بتوع الإسكندر اللي كانوا كام وزير؟ قال لك 3. طيب ال3 وزراء هيتوزع عليهم أملاكه. واحد اسمه سليوكس هياخد بلاد العراق، واحد اسمه بطلميوس هياخد مصر، واحد اسمه أنتيجونس هياخد اليونان. طيب فهنا وقعت العراق من نصيب سليوكس، فهيبدأ تتسمى دولة جديدة اسمها الدولة السلوقية. فهنا بعد الإسكندر هيجي ناس اسمهم السلوقيين. طب لما يمسك السلوقيين قال لك في ناس هتستغل ضعف السلوقيين اسمهم الرومان. طيب يبقى انا كده الاحتلال بدأ عندي بالفرس ثم الاسكندر ثم السلوقيين ثم الرومان. طيب احنا قلنا يا مستر الاحتلال بدأ بالفرس وهينتهي بالفرس، يبقى هنا مين اللي هيبدأ ياخد العراق من الرومان؟ قال لك الفرس هيرجعوا مرة أخرى. يبقى العراق هنا كانت منطقة لتبادل النفوذ السياسي بالنقط ونقط، قال لك بين الرومان وبين الفرس. ليه؟ قال لك لأن احنا بدأنا
لحظة واحدة. قال لك بدأت بالفرس ثم الاسكندر، بعد كده السلوقيين، بعد كده الرومان. طيب نشيل الرومان نخليها تحت. الرومان واخر ناس هم الفرس. يبقى العراق في اواخر ايامها كانت منطقه لتبادل النفوذ السياسي بالنقط ونقط. قال لك بين الرومان والفرس. طيب في بدايه سقوطها كانت منطقه لتبادل النفوذ السياسي بالنقط ونقط. قال لك بين الفرس والاسكندر اللي هم المقدونيين او الاغريق. فاحنا كده عرفنا ان العراق في اخر ايامها كانت منطقه لتبادل النفوذ السياسي بين الفرس والرومان. طيب مظاهر الحكم او مظاهر الحضاره. يا مستر احنا خدنا الترم الاول مظاهر حضاره مصر، والوقت هناخد برضه مظاهر حضاره العراق. قال لك لا، الحمد لله دي نبذه مختصره عن كل جزء مش زي مصر. فهيبدا هنا عندك بنظام الحكم. طيب نظام الحكم قلنا ان دوله زي الدوله السومريه كان عندهم سومر واور ولجش. قال لك النظام ده كان اسمه نظام دويلات المدن، يعني عباره عن شويه مدن فاحنا بنقول عليها دوله، تمام، يعني دوله صغيره. فهنا نظام دويلات المدن ده بدا في بدايه العراق. طيب قال لك لكل مدينه، يعني وليكن عندي مدينه سومر كان ليها حاكم، ومدينه اور كان ليها حاكم. فهنا نظام الدويلات المدن، لكل دويلة حاكم. طيب والملك قال لك المعبود بقى او الملك بتاعهم كان عندهم اعتقاد كده هطل كده بيقول لك ان الملك موكل من الاله. يعني مين اللي معينه؟ قال لك الاله هو اللي معين الملك، يعني بمعنى ان الملك ده هو وكيل الاله، يعني موكل من الههم. طيب يعني معبود المدينه كان ليه كده سلطه دينيه؟ قال لك سوري، الملك بتاع المدينه ليه سلطه دينيه؟ قال لك ليه سلطه دينيه لان الراجل دوت هو وكيل الاله او موكل من الاله. طيب الجيش قال لك هنا الخدمه كانت او الخدمه مرت بمرحلتين، يا اما الزاميه وقت الحرب، لو انت ان شاء الله داخل حرب كده ربنا يبعدها ما ندخلش في حرب، فانت هتدخل الجيش وقت الحرب بس، يعني الدوله طول ما هي في حاله سلم مفيش حد في الجيش. طيب اول ما تدخل الحرب فخلاص كل الشباب تتلم تدخل في ايه؟ في الجيش. الكلام ده فضل لحد امتى؟ قال لك حتى جاءت الدوله الاشوريه. طب الدوله الاشوريه لما تيجي هتقول لك لا انا مش هيمشي معايا الكلام ده. امال يا عم؟ قال لك انا هخلي الجيش اجباري دائم، يعني الجيش ما عادش وقت الحرب، الجيش بقى ايه؟ قال لك الجيش بقى دايم. يبقى مين اللي خلى الجيش دايم؟ قال الدوله الاشوريه. يبقى الدوله الاشوريه اهتمت بالقوه العسكريه. فهنا بدات الدوله الاشوريه تهتم بالجيش وخلت الجيش دائم واجباري، وبدا الجيش بتاع العراق ان هو يدخل في توسعات، والجيش ده كان معروف عنه القوه والصلابه. طيب بعد كده بدأوا إن هم يعملوا انتصارات، ولكن زي ما لسه قايلين من شوية دخلوا فينيقيا ما عدا مدينة صور. طب أهم ملك عمل توسعات عندهم الملك نبوخذ نصر الثاني أو نبوخذ نصر الثاني. طيب ندخل على الحياة الاقتصادية، الزراعة والصناعة والتجارة. الزراعة قال لك سكان العراق القديم عرفوا الزراعة بسبب وجود الأنهار زي نهري دجلة والفرات، قايلنا في بداية الفيديو. طيب فبالتالي الناس دول كان عندهم تربه خصبه. طب هتعملوا ايه يا عم؟ قال لك هنبدا نهتم بشويه حاجات، شؤون الري وحمايه الارض شبه المصريين.
كان الانسان المصري مسالم، انما هنا ما كانش مسالم. طيب وبدأ ان هو يزرع المحاصيل المختلفة، يعني دليل على تنوع المناخ، فتنوع المناخ ادى الى تنوع المحاصيل. طيب بتزرع ايه؟ قال لك احنا يا اما هنزرع حبوب، قمح، شعير، خضار، فاكهه. طيب ايه هي محاصيل الامن الغذائي؟ الحبوب والقمح. تمام؟ طيب بعد كده قال لك نيجي بقى لملكيه الارض. ملكيه الارض في العراق كانت مختلفه عن ملكيه الارض في مصر. ازاي يا مستر مختلفه؟ قال لك ملكيه العراق هنا، اشرحها. ادي العراق وادي مصر. طيب ملكيه الارض في العراق قال لك هنا كانت ملكيه للافراد. يعني ايه ملكيه للافراد؟ قال لك يعني من حق الناس ان هي يكون عندها اراضي زراعيه. طب في مصر قال لك لا، ده في مصر كانت كل اراضي الدوله ملك للفرعون. يعني هنا ملكيه خاصه، وفي مصر كانت ملكيه عامه. يبقى في مصر كانت ملكيه الاراضي عامه، كل اراضي الدوله ملك للفرعون، والعراق كانت الملكيه خاصه من حق الافراد ان هم يمتلكوا اراضي زراعيه. طب يا مستر احنا الترم الاول اخذنا ان كان في الجيش بياخد ارض، وان كان في الكهنه او المعابد بتاخد ارض، والكبار الموظفين بياخدوا اراضي. قال لك لا، ده ديت اراضي هدايا من الملك، زي اراضي الهبات وزي اراضي الاوقاف. يعني دول كانوا ايه؟ قال لك كانوا هديه من الملك. طيب يبقى انت كده عرفت الفرق ما بين الملكيه في مصر والملكيه في بلاد العراق. يعني الملكيه في بلاد العراق كانت ملك لمين؟ قال لك ملك الافراد. عكس مين؟ قال لك عكس مصر. يبقى الملكيه في العراق كانت ملكيه، قال ملكيه خاصه، انما الملكيه في مصر كانت ملكيه، قال ملكيه عامه. طيب الصناعه، بدأ أهل العراق إن هم يهتموا بالصناعة. طيب أهم الصناعات بقى اللي كانت عندهم، قال لك والله أهم الصناعات يا إما أدوات زراعية، لأن الناس دي كان عندها زراعة، يا إما هنبدأ إن إحنا نعمل المنسوجات أو النجارة والحدادة، الأسلحة، الحلي وأدوات الزينة. طب أسلحة لا يا مستر، قال لك بسبب سياستهم العسكرية بس، الصناعة بس. طيب التجارة، قال لك بلاد العراق دي كانت عندنا، استنى بس لحظة نروح للفريم الأبيض الفاضي. طيب كان عندنا مثلث معوق شوية، مش بتاع رياضة، اسمه المثلث الحضاري. طيب كان في هنا في الجنوب شبه الجزيرة العربية. طيب وفي هنا بلاد العراق، وهنا مصر، وهنا كده حضارة هناخدها كمان شوية اسمها حضارة بلاد فينيقيا. طب المثلث ده يا مستر اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه المثلث الحضاري. ادي المثلث الحضاري. يبقى في ضلع المثلث الشرقي قال لك العراق، والضلع الغربي مصر، وجنوب المثلث او قاعده المثلث شبه الجزيره العربيه، وراس المثلث فينيقيا. فبالتالي العراق لو عايزه تعمل تجاره قال لك ادي واحد اتنين تلاته. طب التجاره لمصر صعبه، بس هنعمل تجاره. طيب مين تاني؟ قال لك ناس هنا اسمها الحضاره الفارسيه، الحضاره الفارسيه في الشرق. طيب يبقى انا كده العراق لو حبت تعمل تجاره هتعمل مع الدول دي؟ قال لك اه هتعمل تجاره مع الدول دي. طيب
بدات ان هم يعملوا رحلات تجاريه في نطاق المثلث الحضاري. هتروح فين؟ قال لك هتروح لبلاد فارس، اسيا الصغرى، الشام، مصر. من الشام قال لك اللي هي فينيقيا. طيب هيعملوا بقى تجاره لاول مره نسمعها مع بلاد الهند. فبالتالي العراق هيبداوا يعملوا تجاره مع الهند، فارس، اسيا الصغرى، الشام، مصر. الناس دي كانت ناس متقدمه سنه شويه عن مصر في النقطه دي. طيب متقدمه ازاي شويه عن مصر؟ قال لك الناس ديت قدرت ان هم يعرفوا حاجه اسمها المكاييل والموازين. يعني ايه المكاييل والموازين؟ قال لك اهو الميزان والبتاع اللي هي بتاعت الميزان ديت مش فاكر اسمها ايه. يعني الناس ديت كان عندها عداله. طيب بعد العداله قال لك امانه، لانهم اخترعوا المكاييل والموازين. يعني عندهم عداله وامانه في التجاره، احنا مش هنظلم حد. طب احنا كان عندنا في مصر ايه؟ قال لك مقايضه، هات يا عم برتقانه خد تفاحه، اديني جزره خد خياره. تمام. طيب فالنظام اللي كان في مصر كان اسمه نظام المقايضه. انما العراق كانوا بيبيعوا ويشتروا ازاي؟ قال لك كان عندهم ميزان، كانت ناس متقدمه، كانت الدنيا حلوه. طيب التواصل السياسي الاقتصادي بقى بيننا وبينهم. قال لك هنا احنا الترم الاول ما خدناش ان احنا عملنا تجاره مع بلاد العراق. طيب امال احنا عرفنا ازاي ان احنا عملنا تواصل اقتصادي؟ قال لك والله احنا رايحين نحفر في مدينه الجيزه او محافظه الجيزه، داخل مدينه اسمها مدينه جرزه. يا مستر الاسامي دي، يعني احنا رايحين منطقه جرزه؟ قال لك اه في منطقه اسمها منطقه جرزه. فهنا كانوا بيحفروا بالصدفه في محافظه الجيزه في منطقه اسمها منطقه جرزه مش جزره. جرزه مش جزره. طيب فلما حفرنا في الجيزه في المكان اللي اسمه، يخرب بيتكم كنت رايح اكتبها جزره، في مدينه جرزه، لقينا هناك بالصدفه كده واحنا بندور 4 اختام اسطوانيه. ايه الاربع اختام اسطوانيه دول؟ قال لك دول اختام ترجع الى حضارتين في العراق. يعني الحمد لله عرفت ان في جرزه اهو، فوانا بحفر في جرزه اتلاقيت 4 اختام. طب ال4 اختام دول بتوع مين؟ قال لك دول بيرجعوا الى حضارتي الوركاء وجمدة نصر. وركاء اسم الحضاره مش وركاء. طيب فهنا قال لك تنتمي الى حضارتي الوركاء وجمدة نصر اللي هم اصلا فين؟ في العراق. يبقى هنا احنا رحنا نحفر في محافظه الجيزه في مدينه جرزه، فلقينا 4 اختام اسطوانيه بيرجعوا لمين؟ قال لك لحضارتين الوركاء وجمدة نصر. اذا ده دليل على التواصل الاقتصادي. يبقى انت عرفت ان كان في تواصل اقتصادي ما بين مصر وما بين العراق من خلال ال4 اختام اسطوانيه اللي لقيناهم في مدينه جرزه في محافظه الجيزه، اللي بيرجعوا الى حضارتي الوركاء وجمدة نصر في العراق. طيب الحاله الاجتماعيه. قال لك هنا انقسم الشعب العراقي او المجتمع العراقي الى 3 طبقات. الطبقه العليا اللي هي الطبقه الاولى قال لك فيها اعوان الملك، كبار رجال الدوله، رجال الدين. مستر انت حاطط لي رجال الدين هنا ليه؟ قال لك لان رجال الدين كان ليهم دور في اقناع الشعب ان الملك موكل من الاله. يعني هنا احنا حاطين رجال الدين في الطبقه العليا عشان يقنعوا الشعب ان الملك ده جاي من الاله، فبالتالي السلطه هنا دينيه. طيب الطبقه الوسطى قال لك هنحط فيها الموظفين، صغار ضباط الجيش، جنود، صناع، تجار. يعني هنا الطبقه الوسطى طبقه اقتصاد الدوله في الطبقه الوسطى. ليه؟ قال لك فيها اهو الصناع، التجار، الموظفين، فاقتصاد الدوله كان يتمثل في الطبقه الوسطى في بلاد العراق. طيب الطبقه الدنيا قال لك فيها اسرى الحرب. اسرى الحرب يعني انا لو حاربت هاخد اسرى فهخليهم في الطبقه الدنيا بالظبط. يعني هنا دول معتمدين على السياسه الخارجيه للدوله. يعني كل ما دخلت الدوله في حروب كل ما اسرى الحرب زادوا كل ما الطبقه الدنيا زادت. طيب مين تاني؟ قال لك الفقراء. طيب اي فقراء؟ قال لك لا، الفقراء اللي معهمش فلوس يدفعوا الديون اللي عليهم.
فبالتالي الناس ديت بتعاني من عبء اقتصادي. فهنا الفقراء اللي مش قادرين يسددوا الديون فبيدخلوا في الطبقه الدنيا. طيب زائد العبيد. طيب العبيد دول احنا هنجيبهم ونبيعهم في السوق. طيب بتجيبهم منين؟ قال لك بنخطفهم. تخطفهم يا مستر؟ طب ما دوت كده عكس القوانين اللي حمورابي قالها. قال لك بالظبط، ده كده عكس القوانين، لان الناس هنا بتخطف من بلاد اخرى وتيجي تبيعهم في العراق ان هم عبيد. يبقى هنا السياسه الخارجيه لبلاد العراق هتؤدي الى زياده الطبقه الدنيا. طيب ومع ذلك بيخطفوا الناس اهوت، ولكن بلاد العراق كانت تتميز بالآداب واحترام كل منهم للآخر. نيجي بقى لنقطة الحياة الدينية. طيب الدين عند العراق كان مختلف شويتين عن اللي عندنا دلوقتي. طيب ولكن كان متشابه مع الحياة الدينية عند المصريين القدماء شوية. طب يا مستر الدين عندهم كان عبارة عن إيه؟ قال لك تأثير الدين على سكان بلاد العراق كان بيأثر عليهم في حياتهم بشكل كبير جدا. طب يا مستر انت لسه قايل لي من شويه ان الملك موكل من الاله، يعني ده شبه مصر ولا عكس مصر؟ قال لك عكس مصر. فنعرف النقطه دي. يعني هنا الملك ده جاي وكيل الاله. يعني كده مين الحاكم الفعلي للدوله؟ قال لك الاله. طيب مين الوكيل بتاعه؟ قال لك الملك. طب في مصر مين الحاكم الفعلي للدوله؟ كان الملك. تمام. طيب دي نقطة الاختلاف، إن هنا الملك موكل من الإله، يعني الإله هنا هو الحاكم الفعلي للدولة. طيب فالناس دي قال لك أهو كانوا بيعتبروا إن حاكم المدينة يعتبر وكيل. طب ومين الحاكم الحقيقي؟ قال لك الحاكم الحقيقي هو المعبود. يبقى أهل العراق كانوا بيعتبروا المعبود هو الحاكم الحقيقي والملك موكل عنه. طيب بعد كده قال لك كان عندهم بقى حاجة اسمها الزكورات. زكورات ايه يا مستر الزكورات دي؟ قال لك الزكوره دي يا عم يعني معبد. بجد والله؟ اه والله. يبقى الزكوره يعني ايه؟ قال لك معبد. يبقى الزكورات يعني المعابد. فلما نيجي نتكلم دلوقتي نقول لك ان احتلت الزكورات اهميه خاصه، يبقى احتلت المعابد اهميه خاصه. طيب الزكورات ديت مالها؟ قال لك الزكورات ديت كان بيحصل فيها شويه حاجات زي، قال لك زي التعليم وزي تتويج الملك وزي ان هم بيعملوا الشعائر الدينيه. وعندك حفظ السجلات دي سيبها شويه. طيب يبقى انا الاول قال لك ان الزكورات كانت بتحتل اهميه خاصه عند العراقيين. ليه يا عم؟ قال لك لان يتم فيها تتويج الملك. ايه ده يا مستر؟ الملك بيتم تتويجه في المعبد؟ اه. مش احنا هنعمل احتفاليه وهنعمل كده احتفال ان الملك خلاص هيتم تعيينه؟ طب الاحتفال ده هيتم فين؟ قال لك داخل المعبد. طب المعبد كده ليه اهميه ايه؟ قال لك ده المعبد كده ليه اهميه سياسيه، لان المعبد بيشارك في تتويج الملك، فكده المعبد كان ليه اهميه سياسيه من خلال تتويج الملك. طيب تاني حاجه قال لك اقامه الشعائر الدينيه، يعني اهميه سهله جدا دينيه. طيب تعليم الافراد، يعني هنا ليه هدف اجتماعي. تمام، او هدف تعليمي. طيب دول الثلاثه كانوا هم الاساسيين للمعبد. طب يا مستر ايه حفظ السجلات والعقود دي؟ قال لك دي وظيفه جديده ظهرت للمعبد لما السومريين عرفوا الكتابه المسماريه. طيب وظيفه جديده؟ قال لك اه. يعني هنا ما كانتش موجوده؟ لا ما كانتش موجوده. طب يا مستر هي حفظ السجلات يبقى اهميه ايه؟ قال لك هنا السجلات يعني وثائق، يعني اهميه ثقافيه، فبالتالي ظهر له وظيفه جديده وهي وظيفه ثقافيه. طب لما ناخد الكتابه دي كمان شويه قال لك الكتابه تم اختراعها لاسباب اقتصاديه عشان نسجل العقود ونسجل المعاملات التجاريه. طيب يبقى هنا ليه اهميه اقتصاديه؟ قال لك بس بعد الثقافيه. يبقى الاهميه ثقافيه. طيب بعد كده الناس دول كانوا شبه المصريين القدماء في تعدد المعبودات. يعني كده كان في معبودات محليه ومعبودات عامه. طب الناس دي هتعبد ايه؟ قال لك هيبداوا ان هم يبقى عندهم شويه معبودات كتير فهيعبدوا الظواهر الطبيعيه زي الشمس والقمر. طب الحمد لله ما عندهمش بقره زي مصر.
قال لك لا، دول هيعبدوا الظواهر الطبيعيه زي الشمس وزي القمر. طب يا مستر تعدد معبودات زي مصر؟ قال لك اه زي مصر. طيب لو رحنا لتعدد المعبودات ونكتبها كده، قال لك يبقى انا كده عندي معبود عام. لحظة واحدة نمسح عشان مش عارفين مالها. اشتغل يا ماما. قال لك اهو عندي معبود عام وعندي معبودات محلية. طيب المعبود العام قال لك بيعبده كل أهل العراق، والمعبودات المحلية بتعبده كل أو دولة داخل العراق. يعني ممكن يكون عندي معبود عام والدولة السومرية عندها معبود محلي، أو مدينة أور عندها معبود محلي. تمام؟ طيب بعد كده يبقى مستر طب ما تقول لي كده هم تشابهوا مع مصر في إيه؟ قال لك هم هيتشابهوا مع مصر هنا أهو في تعدد المعبودات. طيب هيتشابهوا في ايه تاني؟ قال لك هيتشابهوا عندي في الاعتقاد في البعث والخلود. يعني دوت كده تشابه؟ قال لك اه تشابه. طب هيتشابهوا في ايه تاني؟ قال لك في عبادة الظواهر الطبيعية، احنا كمصريين كنا بنعبد الظواهر الطبيعية. يبقى كده تشابهوا مع مصر في اول حاجة تعدد المعبودات، عبادة الظواهر الطبيعية. بعد كده هيتشابهوا في الاعتقاد في البعث والخلود. طيب اهم المعبودات عندهم؟ قال لك عندهم اتنين. واحد اول معبود عندهم كان اسمه المعبود انو. مين انو ده؟ قال لك ده كبير المعبودات، يعني ده الكبير بتاعنا، يعني كبيرهم اسمه انو. طب انت يا عم انو بتمثل ايه؟ قال لك السماء، يبقى انو ده كان يمثل اله السماء. طيب بعد كده قال لك المعبوده عشتار. طب ايه عشتار ده؟ قال لك دي بتاعت حب بتاعت حرب، الاثنين. طيب يعني ايه حب وحرب؟ يعني لو احنا حاربنا مع دولة يبقى الإلهة عشتار هي اللي خلتنا نحارب. طب لو فلان حب فلانة يبقى الإلهة عشتار هي اللي خلته يحبها، حبها بأمر من الإلهة عشتار. يبقى هنا الإلهة عشتار ديت كان عندها، قال لك هنا تناقض، لأنها إلهة الحب والحرب. فبالتالي عشتار حب وحرب، آنو سما. عندهم كام إله؟ اتنين يا مستر. عشتار حب وحرب، آنو سما. طيب عشتار ده هتتغير في فينيقيا لما نروح لفينيقيا، شكلها أعوذ بالله. ماشي. نيجي بقى في الاعتقاد في البعث والخلود. بص يا عم، احنا كان عندنا في مصر ان الانسان لما يموت، اعتقاد مش حقيقي. طيب الانسان ده لما يموت هيروح يقف كده قدام محكمه فيها 42 قاضي، يقف يتحاسب، يروح حاطين القلب بتاعه على ميزان على كفه قدامه ريشه. لو الريشه نزلت هتدخل الجنه، لو الكفه هي اللي نزلت اللي هو قلبك يبقى انت كده ظالم وهتخش النار. يعني كل الناس ديت دخلت ايه؟ النار، ما عندهمش حد ما دخلش النار. طيب ده في مصر، يبقى الحياه ما بعد الموت كانت معروفه. طب في العراق؟ قال لك لا، العراق مختلفه. طب ليه يا عم مختلفه؟ قال لك لان العراق كان عندها الحياه ما بعد الموت مبهمه. يعني احنا عارفين ان احنا هنعيش تاني. طيب هل عارفين ايه اللي هيحصل بعد ما نموت؟ لا مش عارفين. يعني احنا عندنا اعتقاد في البعث والخلود، ولكن الحياه بعد الموت كانت مبهمه. يبقى الحياه بعد الموت مبهمه. طيب عرفنا منين ان هم اعتقدوا في البعث والخلود؟ قال لك احنا جايين نفتح المقبره بننقب. استنوا لحظه واحده، نطلع المومياوات. فبنشوف الموميا دي، فبنبص لقينا ان جنب الموميا طعام وشراب. يعني انت محطوطه ليه؟ قال لك انا مت. طب انت يا عم الحاج جالك بعث وخلود؟ قال لك لا، ده اعتقاد خاطئ. طب انت لما اكتشفت الموميا دي لقيت ايه معاها؟ قال لك لقيت اكل وشرب. يبقى الناس دي حاطه معاها اثبات، حاطه معاها اكل وشرب ليه؟ قال لك عشان ده هيعيش مره تانية بعد الموت. اهو زي ما احنا شايفين عاش مره تانية بعد الموت. تمام؟ يخرب بيتك. ماشي. يبقى احنا هنا عرفنا ان هم كان عندهم اعتقاد في البعث والخلود بسبب ان تم وضع الطعام والشراب مع الموتى. حصل بقى تواصل ما بين مصر وما بين العراق. ايه التواصل اللي حصل؟ قال لك احنا هنتاثر وهم هيتاثروا، الاثنين هيتاثروا. فهتاخد مصر من العراق
والعداء هتاخد من مصر. طيب بلاد العداء هتاخد مننا ايه؟ قال لك هتاخد البعث والخلود. طيب يبقى الحمد لله كده بلاد العداء اخذت مننا نفس المعتقد الخاطئ، فكره البعث والخلود. طب احنا هناخد منهم ايه؟ قال لك بص بقى، الملك رمسيس الثاني لما كان بيحارب الحيثيين وعمل معاهم معاهده سلام، قال له جوزني بنتك يا عم ملك الحيثيين، قال له اتفضل، فاخد بنته. فايه يا بنت اللي يرضيكي؟ قالت له انا عايز اجيب حاجتي. حاجتك دي اللي هي ايه؟ قالت انا بعبد عشتار. يبقى خلاص احنا هنجيب لك عشتار في مصر. فرحنا الملك رمسيس الثاني دخل عباده الاله عشتار الى مصر عشان يرضي بنت ملك الحيثيين وتعبد الالهه بتاعتها. فاحنا كده هناخد منهم عباده الالهه عشتار. ادي واحد. يبقى هم اخذوا البعث والخلود واحنا اخذنا عشتار. طيب امتى الكلام ده؟ قال لك في عهد الملك رمسيس الثاني، يعني في عهد الاسره ال 19، يعني في عصر الدوله الحديثه. يعني التواصل هنا تواصل ديني. يبقى التواصل الديني حصل بين مصر والاعداء في عصر الدوله الحديثه في عهد الاسره ال 19. طيب بعد كده الحياه الفكريه والثقافيه. الكتابه. قال لك الناس دي اخترعوا كتابه جديده اسمها الكتابه المسماريه. اسمها الكتابه مش اللغه، الكتابه المسماريه. احنا هنجيب لوح من الطين، تمام؟ يعني هنعتمد على التربه الفيضيه او هنعتمد على الانهار. هنجيب لوح من الطين ونجيب قلم من الخشب ونمسك اللوح ده اللي هو من الطين نكتب عليه كتابات على شكل المسمار. ادي كده حرف. طيب الكتابه دي هتتسمى كتابه ايه؟ قال لك هتتسمى كتابه مسماريه. طيب ليه كتابه مسماريه؟ قال لك لان الحروف تشبه شكل المسمار. طيب وبعدين قال لك الكتابه دي مين اللي هيعملها؟ قال لك من اسمها كتابه مسماريه يبقى اللي هيعملها الحضاره السومريه. طيب بعد كده قال لك الناس ديت هتستخدمها بقى في كتابه ايه؟ قال لك في كتابه الوثائق والسجلات. كتابه الوثائق والسجلات يا مستر، انت لسه قايل لي هيظهر وظيفه جديده للمعبد. بالظبط. فبالتالي هنا مع اختراع الكتابه ظهرت وظيفه جديده للمعبد، لان هيتم حفظ الوثائق والسجلات داخل الذاكرات، والذاكرات يعني المعابد. طيب الادب. قال لك سكان بلاد العراق او سكان بلاد الرافدين او سكان بلاد ما بين النهرين هيبداوا يهتموا بالادب. طب عندهم ادب ايه؟ قال لك عندهم نقوش تاريخيه زي مصر. طيب النقوش التاريخيه دي تنزل تحت كده. هي الكتابه المسماريه تعتبر نقوش بارزه ولا غائره؟ قال لك لا، دي تعتبر نقوش غائره. فبالتالي الناس دي كان عندها النقوش التاريخيه. عندهم ايه تاني؟ النصوص الدينيه، فبيتشابهوا برضه مع مصر. طب عندهم ايه تاني؟ قصص واساطير زي مصر، بس عندهم قصه اسمها قصه الطوفان. طيب قصه الطوفان ديت عندنا في الاسلام؟ عندنا في الاسلام. موجوده في المسيحيه؟ موجوده في المسيحيه. موجوده في اليهوديه؟ موجوده في اليهوديه مع بعض الاختلافات. تمام؟ طيب قصه الطوفان ديت بقى بتقول ايه؟ قال لك ان في يوم من الايام الالهه غضبت على البشر فقررت اباده البشر، ولكن كان في اله قرر ان يا جماعه في شخص صالح مش عايزين نعذبه، مش عايزين ان احنا نهلكهم على اللي هيتم اهلاكهم. مين الاله اللي هيقول كده؟ قال لك اله اسمه الاله ايه. القصه دي مش عندك، معرفه بس. طيب الاله دوت اله ايه؟ قال لك اله الحكمه. فالاله ايه هيتوسط لواحد من البشر. طيب بعد ما يتوسط هيقول له اصنع سفينه وخد قصه كده ايه، مش هنتكلم عشان القصه ده كذب مش هنصدق. ماشي. المهم ان الميه هتقضي على البشريه، ولكن الحال ده هيستمر لمده 6 ايام، تمام؟ وفي اليوم السابع الطوفان هيقف. طيب فالسفينه استقرت على جبل بالنسبه للعراق. طيب بالنسبه لنا احنا كاسلام اين استقرت سفينه سيدنا نوح؟ تقول الاجابه في التعليقات. على جبل ايه؟ الجبل كان اسمه ايه؟ طيب المهم بعد ما نجا الانسان ده من الطوفان فقررت الالهه ان هو يكون اله، اهو منحته الخلود وصار الها مثلهم. طيب العلوم. قال لك هنا العراقيين بداوا ان هم يتقدموا في العديد من العلوم. زي علم ايه؟ قال لك زي علم الطب.
طب الدليل على كده ايه؟ قال لك الدليل على كده قوانين حمورابي. الدكتور اللي هيؤدي الى وفاة مريض هيتحاسب. طيب برعوا في علم الهندسة. طب والدليل على كده ايه؟ قال لك عندي كذا حاجة. عندك بناء مدينة نينوى، وعندك برج بابل. طيب وايه تاني؟ قال لك عندك هنا حدائق بابل. ده دليل على تقدم علم الهندسة، وكان عندهم استخدام علم الحساب زي المصريين، وكان عندهم علم الفلك، وقدروا ان هم يعملوا تقويم شمسي، ولكن تقدموا على المصريين. يا مستر، احنا الترم الاول اخذنا ان المصريين عملوا التقويم الشمسي كان 360 يوم. طيب التقويم الشمسي اللي كان 360 يوم دوت كان ناقص 5 ايام، قال لك كنا بنعملهم اعياد. انما العداء هيعملوا تقويم شمسي كامل مكون من 365 يوم، يعني ادق من مصر. طيب قدروا ان هم يعرفوا مكان النجوم والكواكب. التقويم ده معلومه مش في المنهج، التقويم ده كان تقويم شمسي قمري الاثنين. طيب بعد كده عندك الحياه الفنيه. الحياه الفنيه اول حاجه العماره. طيب العماره قال لك كانت متنوعه في بلاد العراق، كان في مدن، كان في معابد، كان في قصور. طيب عرفت الكلام ده منين؟ قال لك والله بدايه من عصر الاشوريين لما قلنا الملك سنحاريب هيعمل مدينه اسمها مدينه نينوى. طيب فالناس دول قدروا ان هم يتقدموا في العماره، وقدروا ان هم يعملوا تعمير لمدينه اسمها مدينه نينوى، وكانت احدى العواصم بعد اشور. طيب بعد كده قال لك الملك سنحاريب كان مصمم ان هو يخليها اجمل واحلى مدينه موجوده في العراق، فراح دمر مدينه بابل لما عملوا عليه ثورات. طيب في عصر الدوله البابليه الحديثه بقى قال لك عندي حاجتين مهمين عملهم الملك نبوخذ نصر الثاني، ايه هما؟ حدائق بابل المعلقه اللي كانت احدى عجائب الدنيا السبعه، وبرج بابل الشهير. طيب سؤال تاني، برج بابل الشهير ده ليه قصه، قصه تحدي ربنا، اللي يعرفها يكتبها في التعليقات. طيب نيجي بقى لفن اسمه فن النحت. قال لك الاعداء كانوا بيتميزوا في فن النحت بالدقه والمهاره. طيب كانوا بيعملوا ايه؟ قال لك كانوا بيروحوا عاملين كده زي ما انت شايف راس انسان على جسم حيوان بجناحات. طيب ايه الحيوان ده؟ قال لك طور، فتسمت الثيران او الطيران المجنحه. الناس ديت بدات تنحت حاجه اسمها الطيران المجنحه. طيب اللي احنا هناخد منها فكره ابو الهول. فبالتالي العراق كان عندهم الطيران المجنحه اللي هو راس انسان على جسم حيوان بجناحين. طيب اللي احنا اخدنا عملنا زيها تمثال ابو الهول. طيب بعد كده قال لك كانوا بيصوروا، عندهم فن تصوير اهو، الحيوانات زي الاسود والثيران المصممه ببلاط اسمه بلاط الايشاني، اللي هو البلاط الكسر الصغير ده. فكانوا ان هم بيقدروا يعملوا تصوير للحيوانات ببلاط الايشاني الملون. طيب بعد كده الرسم والنقش. الناس دول اهتموا بالرسم والنقش والتصوير على جدران المعابد اللي هي اسمها الزاكورات. طيب وبدأ ان هم يعملوا المسلات زي مصر، وبعد كده بدأوا ان هم ينقشوا على المسلات، وبدأوا ان هم يكتبوا عليها انتصاراتهم ورحلات الصيد. طيب في تواصل؟ قال لك اه في تواصل هنا. ايه التواصل؟ صغر شويه كده عشان نعرف نكتب. قال لك هنا برضه العراق هتاخد من مصر، ومصر هتاخد من العراق. واخذت العراق. طيب مصر هتاخد منهم ايه؟ قال لك مصر هتبدا تاخد منهم الحيوانات المجنحه اللي احنا هنعمل منها تمثال او الهول. يبقى احنا اخذنا فن او فكره الحيوانات المجنحه. طيب هناخد ايه تاني؟ قال لك هناخد حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ قال لك الاختام الملكيه. يعني احنا اخذنا منهم ختم ملكي. طب مين اللي اخذ منهم الختم الملكي؟ قال لك الملك حور محب. مستر حور محب مش ده اللي عمل قوانين الترم الاول؟ قال لك ما هو كان خايف القوانين تتزور،
فهيروح يجيب ختم من العراق يختم بيه القوانين خوفا من التزوير. يبقى هنا اللي اخذ الاختام الملكيه كان الملك حتمحب. طيب حتمحب كان في الاسره الكام؟ قال لك في الاسره ال 18 في عهد الدوله الحديثه. طب العراق هتاخد بقى مننا ايه؟ قال لك حاجه واحده، شكل الهرم المدرج. طيب هم اخذوا شكل الهرم المدرج دوت عملوا به ايه؟ قال لك عملوا به الزاكورات اللي هي المعابد. فبالتالي احنا اخذنا منهم حيوانات مجنحه اختام ملكيه، هم اخذوا مننا شكل الهرم المدرج اللي هيعملوا بيه الزاكورات. طيب خلص درس العراق، اتمنى تذاكر كويس وتستنى فيديو حل الاسئله، وان شاء الله هنكون معاك درس بدرس، اسئله كل درس، كل ده ان شاء الله على المنصه وعلى اليوتيوب باذن الله. ان شاء الله معاكم في حصه ثانيه